مساء العسل عليكم او صباح العسل على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو ده. فيديو على السريع خالص. ليه؟ اسئله اتسالتها على المقليات، الجريلات، الكريب، ال- الوك العميق، الحاجات اللي هي عليها يعتبر استعمال شبه يومي في المطبخ. الحاجات اللي لازم اجيب الماتيريال بتاعها كويس جدا جدا، لان هي مش زينه، ده استعمال، وبتتحط على النار، بتتفاعل مع الاكل. فلازم اجيب حاجه كويسه، ما اجيبش حاجه اي كلام. حذرنا قبل كده من الجرانيت الرش، اللي قلنا لازم الجرانيت يبقى ديكاست ممتزج بالحاجه ذات نفسها اللي هو الجرانيت الناعم. وقلنا الحاجه التقيله دي بتزود العمر الافتراضي للمنتج، خصوصا اللي هي الايه، الحلل، المقليات، الجريلات تقيله، والجرانيت يبقى ديكاست اللي هو ناعم. والحرف العريض المطلي بتفرق في السعر. طيب، بعد غلاء الاسعار المستورد بقى عنده حاجتين، اللي هو الطقم المقلايات الثلاثه دوت. يا اما طقم ما يسواش حاجه، ما يسواش حاجه حرفيا، الماتيريال بتاعته وحش جدا وسعره زاد زي كل الحاجات اللي سعرها زاد، وده ما يلزمنيش ومش هشتري من مكان ما اعرفش اجيبه. يا اما الحاجه الكويسه اللي انا كنت متعوده ان انا اجيبها، وبقى ايه، الطقم الثلاثه ده سعره معدي 1000 ونص وايه 1400 و1500 وكلام من ده. تمام. في ناس هتقول لي لا انا عايزه حاجه سعرها اهدى. طب حاجه سعرها اهدى وانا الماتيريال بتاعي ما اقدرش انزل عن حاجه معينه، فجبت الحاجات الفردي اللي هي ايه، المقليات الفردي، عشان اعمل المعادله المظبوطه، يبقى الماتيريال كويس والسعر يناسب الجميع بالقطعه. اللي عايز يجيب قطعه براحته، اللي عايز يجيب اتنين براحته، اللي عايز يجيب ثلاثه براحته، اللي عايزهم كلهم، اللي عايز الوك، كل واحد يجيب المقاس اللي يختاره. تمام. فاللي يفرق معانا ايه بقى، واللي بنركز فيه واللي بقول انه على مسؤوليتي، الخامه والماتيريال. افتح لي بقى الوك كده، الوك العميق عشان هو الكبير، فانا اوريهم الماتيريال بتاعته. الماتيريال اللي على ضمانتي، هاتوا بقى الجهاتي كده شويه، لا نزل كده سنه. الماتيريال اللي على ضمانتي، لا انت ده انا كنت هسيب الوقت. الخامات، لا امسك، انا مش عشان هوريك. الخامات الكوري، صناعه تركي. ركز معايا بقى. الحاجه تقيله، الجرانيت ناعم، الحرف عريض ومطلي، على مسؤوليتي بالقطعه. مقاس 24، مقاس 26، مقاس 28. الوك العميق، اللي عايز يجيبهم الثلاثه براحته، اللي عايز يجيب حاجه فيهم براحته، بس يضمن انه واخد حاجه تعيش معاه.